شوف المؤمن مبتلى، يعني صلبه من فرعون قادر على التنفيذ، والآخرون خدوا الأخاديد وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يبقى لماذا الله جعل كفرا وإيمانا؟ جعل ملكا وشيطانا، جعل نبيا ومعاديا لنبي، جعل طاعة ومعصية. الله خلق الجنة ثم قال إذا فانظر إليها نظر، قال يا رب لن يترك أحد. طيب ثم خلق المكاره جعلها محفوظة، انظر إليها، قال يا رب أخشى ألا يدخلها أحد. طب النار خلقها اذهب، قال أرجو ألا يدخلها أحد، يبقى فيها جدة عذاب، من اللي يدخل النار دي؟ طيب خلق الشهوات وجعل حولها، قال يا رب أخشى ألا ينجو منها أحد. نار عذاب لكن محفوظ بالشهوات، نار عذاب منصب جميل وكذا، نار عذاب أموال ملايين مملينة، نار عذاب نساء، نار عذاب شهرة، نار عذاب محفوفة بالشبهات. مين اللي يصبر على الشبهات هذه الشهوات هذه؟ مين اللي يصبر؟ مين اللي يقول لا المليون ده مش عاوز عشان حرام؟ مين اللي يقول المليار ده مش عايز عشان حرام؟ مين اللي يقول لامرأة تعرض نفسها فقال إني أخاف الله ذات منصب وجمال؟ مين اللي يقول المنصب هذا اللي بيعصي به لا أريده؟ مين اللي يقول لهذا يا اخوان؟ مين اللي يقول للجماهير الملتفة حول 7 طوابق في المسجد، 10 طوابق في المسجد، الشوارع مليانة لهذا؟ لأنهم يريدون أن يسمعوا منه ماذا؟ اخرج بالروح بالدم نفديك يا إسلام. ما أدري اللي بيقول ده، قول يا بالي قول. مين اللي يسيب الملايين دي المملينة ويقول السنة لا يجوز الخروج عن حاكم؟ اضرب، اشتم، سب، يا مداخلة يا مبتدعة يا عملاء. انت تروح هناك وتسيب ده على اكتاف يحملوك؟ هتسيب هذه الشورى، هتسيب هذا المكان، وهتسيب هذه الطوابق، وهتسيب هذا الضوء. شوف بقى مين اللي هيحضر لك، انظر بقى مين اللي هيحضر لك بقى، شوف مين اللي هيحضر لك. لكن تعالى عندنا هو كله تدخل حتى تصل الى المنبر، وحتى تعود من المنبر حتى تخرج لسيارتك هيشيلوك، وهيشيلوا السياره، وهيشيلوا الشماغ، وهيشيلوا الغطره، ويقول لك كذا، وهتلاقي المقطع داخل عليه 2 مليون، وهتلاقي الصفحه عليها مشترك 2 مليون. لكن روح خليك بقى عند ايه ال5 6 بتوعك دول، يبقى ابتلاء وامتحان. فجنة محفوفة بالمكان، جنة خد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وكأي من نبي قاتل، ده طريق كده محفوف بهذا، معه ربيون كثير فما وهن لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكان والله يحب الصابرين. ألف لام ميم، أحسب الناس يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. جنة طرد، جنة حرمان، جنة عذاب، جنة لا وظائف، جنة لا أموال، جنة لا نساء، جنة لا دنيا، جنة إلا أن يأتيك منها بقدر الله سبحانه وتعالى. نار محفوفة بالمكاره، اترك دينك وخذ دنياك. إنما دنيا عند المؤمن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. إنما دنيا عند المؤمن قال الذين يريدون الحياة فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ده نظرة العامة. قال الذين أوتوا العلم والإيمان ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال تعالى ولا يلقاها إلا الصابرون. بعد القصة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يريدون علو الدين لا علو الذوات، يريدون علو الشريعة لا علو الأقوال، يريدون علو الشريعة لا علو المراتب. فحيث ما علت الشريعة فلا يبالي لتكون كلمة الله هي العليا، تكون كلمة الله هي العليا. فأنت تريد الجنة، هذه الجنة محفوفة بما سبق. تريد الجنة، شيخ الإسلام طلع من السجن على المقبرة، ده الجنة أهو إن شاء الله. تريد الجنة، أحمد أهو مسجون مضروب. تريد الجنة، شوف هذا أهو أحمد بن ناصر الخزاعي مصلوب هناك أهو، هذه الجنة. تريد الجنة، هذه صخرة بلال هناك، شوف صخرة بلال على صدره. تريد الجنة، هذه ثياب، هذه هذا خباب يعرى من ثيابه ثم يوضع على النار. تريد الجنة، هذا صهيب يهاجر بلا درهم ولا دينار. أو مالي تريدون؟ قالوا نعم. أو لو دللتكم على مالي تركتموني؟ قالوا نعم. قال مالي في كذا ورحل إلى النبي لا درهم ولا دينار، والنبي يقول بخ ربح البيع يا أبا يحيى. تريد الجنة؟ إن أحب مالي يا رسول الله إلي بيرحاء أشهدكم أني قد أقرضته لله. تريد الجنة؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تريد الجنة؟ هجرة إلى حبشة وإلى مدينة. تريد الجنة؟ فزت ورب الكعبة والدم يسيل. تريد الجنة؟ تخوض فتتلقى 90 ضربة من العدو، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بقوس، حتى ما تعرف
إلا ببنانك. تريد الجنة يبقى اترك الماء. هذه الجنة، هذه الجنة محفوفة بالمكان، والنار محفوفة بالشهوات. فإذا مشيت وراء الشهوات أخذتك إلى النار، وإذا مشيت وراء، وإذا تمسكت بدينك تعرضت للمكاره، تعرضت للمكاره. تلك سنة، هذه سنة من سبق. جنة إيمان، يبقى طريق محفوف بالمكاره، من معك ومن عليك، من يثني ومن يذم، من يمدح ومن يقدح. فلو وقفت عند المادح والقادح، وعند المشارك والمخالف، وعند الأقوال، يبقى لن تمشي ولن تمضي ولا يوم واحد في السنة. ولهذا من أراد شورى سكن كل شيء. الموضوع ده بالذات جرح وتعديل والتحذير من البدع والأهواء، والموضوع هذا لا 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 لا. لكن صلي براحتك عادي، صلي براحتك، حب الجميع عادي، كل شيء عادي، احنا معك. لكن هتقول اسمع لفلان لا تسمع لفلان، احضر لفلان ما تحضر لفلان، اقرأ لفلان لا تقرأ لفلان، هذه اعتزلها، تلك الفرق كلها، تلك الفرق كلها كلهم في النار إلا واحدة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذه صعبة، ضريبتها صعبة، لكنها سهلة على أهل الإيمان. الصعب أن يخرجوا عنها، وليس الصعب أن يصبروا عليها. إنه حينما يصبر على موافق فطر وعقل ونقل، فمش صعبة بالنسبة له، مش صعبة صخرة بال، مش صعبة. احنا بنحكي صعبة على اعتبار بشرية الإنسان لكن بالنسبة له لذة، ولهذا لم يعدل عن أحد. هو يعيش قمة اللذة، يعيش قمة اللذة. فزت ورب الكعبة، قمة اللذة. يودع بأنفاسه الأخيرة وهو يقول أبلغ رسول الله من السلام، وقل جزاك الله خيرا من نبي عن أمته، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. نعم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم، ود الذين قتلوا في سبيل الله فمزقت أشلاؤهم وسالت دماؤهم وقطعت رقابهم أن لو عادوا إلى الدنيا. ليه؟ فيقتلوا مرة ثانية. لذة. تظن أنت أن السياط هذا لم يكن لذة لأحمد؟ تظن أن السجن هذا لم يكن لذة؟ نحن في سعادة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. أما قال السلف هذا؟ أما قال شيخ الإسلام ماذا عسى أن يصنع أبي؟ إن معي جنتي في صدري حيثما رحت، إن قتلي شهادة، وإن نفي سياحة، وإن سجني خلوة، سجنوني خلوة، نفوني سياح، قتلوني شهادة، فماذا عسى أن يصنع أبي؟ قمة اللذة والجمال، والأخت محجبة والناس تقول لها يا عفريتة يا كذا. قمة اللذة أنك تؤذى في سبيل الله. إن الناس يظن أن اللذة أن تعافى من الابتلاء، وإن اللذة أن تبتلى في ذات الله. وقد يمس الله العبد بهذا الابتلاء ليشعره نعيم الأذى في سبيل الله. نعيم الأذى في سبيل الله، نعيم الأذى بشرط أن يكون فعلا الأذى في سبيل الله. وأنا أنبه على الشرط هذا، وإلى كل يعتبر نفسه أحمد، ويعتبر نفسه هو المبتلى، ويعتبر نفسه هو. لهذا لابد أن تكون يقينا عن هذا الطريق، أن تكون يقين على الجعد بن درهم صبر على القتل ويظن أن هذا الطريق. قاتل علي صبر على القتل ويظن أن هذا الطريق. نحن نريد فعلا صبرا على هذا الطريق، بس معرفة بهذا الطريق. فعلا أكون أنا، مش أنا بقى العبد اللي مؤذى، ومش أنا بقى العبد اللي بيشتموني وبيعملوني وأنا الحمد لله مش مشكلة. النبي فعلا أنت على هذا، فعلا أنت على هذا، إن صفى لك هذا الأمر وفعلا كنت بتؤذى لأنك على الصراط، فهذه لذة لا تدانيها لذة، أعظم اللذات. ولهذا قالوا للصحابي بعدما صلبوه ورادوا قتله: أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ تحب هذا؟ يعني محمد يكون مكانك وانت في أهلك ومالك؟ قال: ولا الشوك يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. ولا الشوك، حتى الشوك معه، حتى الشوك. نعم.